السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا حابب إن أنا أعرفكم على المولد بتاعنا في أرض المنوفية يا جماعة. ده بيجي كل سنة يوم 25/8. تمام. ودي يعني بسم الله ما شاء الله بيبقى مولد سيدي خميس اللي انتوا شايفين الجامع بتاعه ده يا جماعة. تمام. من كل سنة وبنحب ان احنا يعني الناس بتاعي في ناس بتقول الذكر الكلام ده كله. تمام. كلام ديني عامة، يعني بتبقى ليها ذكرى. ومن صغرنا كنا بنبقى لازم ننزل المولد عشان نجيب حمص، نجيب طبلة يعني حاجات، واحنا ايام ما كنا في الطفولة. حابب اقول لكم يعني اليوم اللي يعدي عليك ببركة وبستر من عند ربنا ده احلى فرحة، والحمد لله رب العالمين. ويا رب تبقوا بخير على دايما ان شاء الله، ويحسن ختامنا. وزي ما انتم شايفين اهو ده اول الشيوخ يا جماعه اللي انا يعني انا احب الذكر برضو يعني برضو بس يعني حاولت ان انا اذكر زي الناس دي ما عرفتش. ايوه عليكي دنيا، دنيا مولك كله ماشي، تتعبك طول ما انت ماشي، للجدع ما تقولش ماشي، للعويل تضحك في ثانيه. ايوه عليكي دنيا، دنيا عايزة اللي يلعبها، واللي يفهم بس عيبها، قدها انزل لعبها، يا ما تشوف دنيا تانية. ايوه عليكي دنيا، دنيا فيلم ومسرحية، والبشر هم الضحية، في ناس بايع القضية، والنهاية دنيا فانية. وزي ما انتم شايفين ده، ويعني انا كان اتمنى ان انتم تسمعوا الصوت ده معايا بتاع الشيخ وبطريقته في ادائه والكلام ده يا جماعه. وقعدت انا اصور فيه فتره طويله، بحيث ان انا حبيت ان صوته كان صوته حلو يعني بسم الله ما شاء الله الله في اكبر. حقوق طبع ونشر. بس الحقوق طبع ونشر ام احمد قالت كده، قلت خلاص انا ما عنديش الخبره برضو والله في كنت اليوتيوب لسه هتحبوه جدا جدا جدا. تمام. بس المولد بقى مشكل من يعني في ناس هنا بتنشد تمام او بتقول ذكر يا جماعه، وفي يمه تانية برضو جايبين وبرضو نفس النظام بس ست. يعني مش دايما يعني ان انت ممكن تجيب راجل او ست بذكر الله. على فكرة سترك بيحكوا قصص جميلة على فكرة يا جدا جماعة. جدا، هم كلامهم كله بالنسبة على الرسول عن صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. بس كلام تحب ان يعني زي ما بقول لك الحق في الدنيا دايما مع اللي يعرف يحكي الحكاية، مش مع اللي بيقول الحقيقة. يعني بيعرف يسبقها صح. يعني في ناس لما تكون متوجه لربنا وتقول يا رب دايما دايما، لما تكون ظنك في ربنا كبير كبير، لو انت ربنا يعني سبحان الله بيشوفك هتصبر ولا لا، بس ربنا برضو بينصرك على من عداك. دايما واقف جنبك دايما، ان انت طالما ان انت معاك ربنا وبتقول يا رب دايما، وملكش ضرر مع حد او شر مع حد، ودايما تقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. مش شرط انا اللي ظالم او انا اللي مظلوم او اي حد، ربنا ما يظلم الناس كلها يا رب ويسامحنا ويغفر لنا. وديت يعني من سنة الله ان انت حتى الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني الحمد لله الذي عافانا ما مما ابتلانا من مما غيرنا. ابتلى غيرنا. وفضلنا على اكثر مما خلقنا. الحمد لله رب العالمين. يعني نحمد ربنا كتير، والصلاة على النبي كتير يا جماعة. دايما ان لما بتيجي تذكر الله دايما والله سبحانك يا رب سبحانك يا رب، فاذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله. وطالما ان انت بتعمل حاجة يعني بيقول لك انا لا اندم على صراحتي مع الاخرين، فهذا افضل من النفاق والابتسامة المزيفة. يعني انت بتتعامل مع الناس بطريقة عفوية زي ما ربنا بيقول، اصل انت مالكش ضرر مع حد. هو لما يكون ليه ضرر معاك ده بقى عند ربنا، ربنا هو اللي هيعمل الكلام ده كله. بس واحنا زي ما احنا قلنا الدنيا مولد. انا في حبايبي اللي المولد اول مره انتم يدخل على ابو فين؟ احمد شجعوه باللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر باذن الله يعني باذن بيكم. الله ان شاء الله عشان تشجعوه كمان ينزل ويصور في اماكن حلوه ويخرج لا ودي كمان ان انا بعمل برضو يعني بالنسبه عشان ياخدني للفيديوهات، معاه. وبالنسبه للفيديوهات دي كمان يعني سبحان الله برضو بتبقى ذكرى لو عدت، ده لو لينا نصيب ان احنا عايشين.
بتبقى ذكرى للسنة اللي فاتت مثلا، بقول سبحان الله أنا كنت في الوقت ده بعمل كذا ورحت كذا، سبحان الله رب العالمين. وطالما ان انت حتى لما بتيجي تقولي للشيخ الله ينور، هو صوته حلو فعلا وبيذكر الرسول والله يا يعني، جماعة. وموحد بالله لا اله الا الله. لا إله إلا الله. دايما ان انت يعني ومنصار بين الناس جابر للخواطر، جابرا للخواطر. انقذه الله من جوف المخاطر. ودايما ان انت اعمل الخير يعني كما تدين تدان. وبص لربنا ان احنا في يوم حساب، في يوم حاجات، وكل واحد هيشيل الوزر بتاعه، محدش هيشيل عن حد. هيبقى اخوك معدي قدامك كده يوم القيامه، محدش بيقول لك يعني، مش هيبص لك بصه، لا امك ولا ابوك ولا اخوك ولا الكلام ده، كل واحد بعمله. الرجل المناسب في المكان المناسب يكون سبب في بركه. الحمد لله بيشكر ربنا كتير، دايما يقول يا رب، عشان ان شاء الله ان شاء الله الفرح قادم باذن الله باذن الله باذن الله. وانا عندي تفاؤل يعني ان شاء الله في ربنا، ان ربنا يصلح الاحوال يا رب، ويفرحنا ببعضينا، ويحنن قلوبنا على بعضينا، ويطهر نفوسنا ويطهر قلوبنا من كل نفاق، من كل اي حاجه وحشه. الحمد لله الحمد لله يا رب. بارك لي في اخواتي، وبارك لي في اهلي، وبارك لي في امي، وبارك لي في مراتي، وبارك لي في الناس كلها، ويصلح حالنا وحال الناس اجمعين يا رب، ويهدينا وينصرنا يا رب يا رب يا رب على مين يعادينا. ده شيخ تاني يا جماعه كان بيرضو بيعمل بينشد برضو، تمام. والناس كانت بيذكر. بتذكر ما انا يعني يقول لك انشاءات دينيه. وده محمد، الكابتن محمد يا جماعه الروبي، ده ابن عمي وفي نادي الجمهوريه. زي ما انتم شايفين الشيخ ده، بس بصراحه كان صوته برضو جميل 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 فعلا. وكان نفسي ان انا انزل برضو اذكر زي الناس دي، تسمعوا كمان الحكايه اللي كان بيحكيها. وبيقول لك يعني بيقول لك مش كل الرزق فلوس، الصاحب الجدع رزق. زي المال، لكل الفرق ان المال سهل نعمله، والاسهل ان انت تضيعه. لكن الصعب ان احنا نلقى راجل مثلا او جدع او صاحب او اي حد قريب غريب معاك في شدتك يستاهل يتصاحب. ونحمد ربنا على يعني نقدر الناس اللي بتقف معانا، اللي حبانا، اللي واقفه. يعني بيقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه دعوه، يعني يقول دعوه المرء المسلم لاخيه يظهر الغيب فيستجاب اسئله الدعاء. يعني لما بتيجي تدعي ربنا وبتدعي، يعني لما الرسول قالها عليه الصلاه والسلام، لما تدعي لواحد تعبان، لواحد مريض، لواحد ميت انت تعرفه ما تعرفوش، ربنا يعني برضو بيكتب لك حسنات، وبيكتب لوالدك يعني سبحانك يا رب. اعمل الخير هتلاقيه، اعمل الشر هتلاقيه. ويا رب يهدينا ويصلح حالنا ويوقف جنبنا.